لما عملت حلقة الملك خوفو وذكرت المعلومات اللي خاصة بيه وخاصة فترة حكمه، وذكرت إن في اختلاف حوالين مدة حكم الملك خوفو ما بين آراء المؤرخين وآراء الآثار، طلع كومنت جميل جدا قال لي لأ، إن حكم الملك خوفو 42 سنة أو 43 سنة، وده اللي أثبته آخر أثر لقيناه بخصوص الأهرامات المصرية. كلامه صح، بس تعالوا نعرف مين هو صاحب الرأي، وليه المعلومة دي ما غيرتش المراجع، وليه لسه بنتكلم على إن الملك خوفو الرقم الخاص بحكمه مختلف. عشان تعرفوا إن المعلومات في الحضارة المصرية القديمة بتختلف باختلاف الأثر، وإن في الكثير من المراجع علمائها ماتوا قبل ما يعرفوا التحديث الأخير لآخر معلومة. فعشان كده في بعض المراجع القديمة ما بقتش تتاخد كمرجع، لأن حصل أبديت للمعلومات، زي مثلا موسوعة سليم حسن فيها معلومات كتيرة اتغيرت نتيجة إن في آثار طلعت بعد موت الدكتور سليم حسن، فبالتالي هو مش هيغير المعلومة لأنه مات، فيجب تحديث المعلومات اللي موجودة في الكتب القديمة. فيلا بينا مع بعض نعرف ايه أصل الحكاية. خلينا نتفق على إن هيرودوت قال 50 سنة ومانيتون قال 60 سنة، لكن بردية تورينو قالت 23 سنة، وده الرقم المناسب لفعلا حكم الملك خوفو. لكن الكلام ده قبل سنة 2013، لأن سنة 2013 لقينا أثر مهم جدا. إيه هو الأثر ده؟ هي بردية وادي جرف. بردية وادي جرف دي يا جماعة تعتبر كنز حقيقي اللي لقاها دكتور زاهي حواس. البردية دي خاصة برئيس عمال كان مسؤول عن 50 عامل اسمه ميرر، وميرر ده كان مفروض ان هو يروح يجيب اكتر من حاجة من اكتر من مكان. يعني هو مفروض يروح يجيب الكساء الخارجي للهرم من ترى، لان هناك في حجر جيري نظيف جدا بينور فعلا لما يعملوا له عملية صنفرة. طيب هم خدوا الأحجار اللي موجودة في هضبة الجيزة، اللي هو المحجر الموجود عند أبو الهول، وبنوا بيه الهرم الأكبر. طيب النوع اللي موجود هناك رديء شوية، مش هيبقى حلو، وهم عايزين الهرم منور. طيب هنعمل ايه؟ هنروح ترى نجيب الكساء اللي هناك النظيف، الحجر الجيري النظيف اللي هناك. طيب مين اللي هيروح رئيس عمال ومعاه عمال، هيعملوا هناك شغل في المحجر، وبعد ما يخلصوا الشغل اللي هناك هيوثقوا كل حاجة على المحجر، علشان دي يا جماعة حاجة مهمة عند المصريين القدماء وهي التوثيق. فالأستاذ ميرر عايز يظبط شغله، فيظبطه ازاي؟ بان هو يكتب المعلومات دي على بردية، ويكتب كمان تفاصيل الرحلة، وان هم راحوا ترى، وبعد ما راحوا ترى راحوا كمان سينا، علشان في هناك نحاس وحاجات هم محتاجينها لبناء الهرم، فكمان راح سينا. انتوا عارفين الرحلة بتاعته دي خدت قد ايه؟ خدت يوم. والله من هو عارف يحدد الحاجة ويبعتها. طبعا عملية الإرسال بتكون على مر الأوقات، لكن هو كرئيس لازم يشوف الشغل الأول ويحدده، وبعد كده يسيب العمال يشتغلوا. طيب ميرر ده مين رئيسه؟ خوفو؟ لا مش خوفو، واحد تاني مهندس اسمه عنخ عنخ حاف ده كان ابن عم الملك خوفو، باين ابن عم الملك خوفو على ما أعتقد. وده اللي كمل الشغل بعد ما مين كان ماسك الشغل؟ بعد ما حمقيونو مات، لأن حمقيونو كان مسؤول عن شغل الهرم خوفو، بس هو مات وما كملوش، فاللي كمل وراه عنخ حاف، اللي بعد كده كمل في هرم خفرع. فنفهم من كده نفهم من كده ان الشخص ده معلوماته مؤكدة جدا. بس هنا لما جاء ذكر الوقت اللي طلعت فيه الرحلة دي، ذكر ان حكم الملك كان في سنة 27، يعني هم طلعوا في السنة 27 بتاعت حكم الملك. وده كان طريقة حساب المصريين القدماء، ان هم لما الملك بيموت التاريخ بيقف، وبعد كده مع الملك الجديد التاريخ بيبتدي تاني. يعني مثلا السنة الأولى من حكم الملك خوفو، سنة مش عارفة من حكم مين. فهمتوا انتوا النظام؟ طيب حكم الملك بيعتمد على بيعتمد على عملية اسمها إحصاء الماشية. هنا بقى في اختلاف العلماء. في علماء قالوا إن إحصاء الماشية ده بيحصل كل سنة، وفي علماء تانيين قالوا إن إحصاء الماشية ده بيقعد سنتين. فلو احنا اتفقنا
على إن إحصاء الماشية كل سنة، فإذا الرقم بتاع خوفو هيتحرك شوية من 23 سنة ل30 سنة أو 32 سنة. لكن لو في حالة إن تعداد الماشية كل سنتين، إذا هيكون حكم الملك خوفو قعد 47 سنة أو 46 سنة. مين بقى صاحب الرأي ده؟ دكتور زاهي حواس هو صاحب هذا الرأي، هو اللي قال كده. يعني لما نيجي نقرأ في الكتب هنقرأ كل اللي أنا قلته ده بالإضافة إلى رأي الدكتور زاهي حواس إن الملك خوفو قعد 47 سنة. طبعا دي آراء مختلفة. بيحصل هنا إيه بقى؟ بيحصل إن كل عالم هياخد الرأي اللي يناسب المعلومات اللي عنده. يعني في ناس هيقولوا لك لأ، إن الدكتور زاهي حواس ده غلطان، وإن المسألة إن ممكن يكون في تغيير، إن في مثلا فترة حكم مشتركة ما بين سنفرو وما بين خوفو، أو ما بين خوفو وما بين جيدفرع. يعني في كلام هيبقى بخصوص المواضيع دي. إيه بقى اللي يثبت الكلام ده؟ الأثر. لكن هل أنا لو قلت إن الملك خوفو قعد 23 سنة في الحكم ده غلط؟ لا، بس المفروض أكمل المعلومة طبقا لما ورد في بردية تورينو. طيب لو أنا قلت إن الملك خوفو قعد 46 سنة في الحكم، لازم أكمل المعلومة طبقا لما قاله دكتور زاهي حواس. طب لو أنا قلت هيرود 50 سنة، لازم أكمل المعلومة طبقا لما قاله هيرودوت. فهمتوا؟ فاهمين المعلومة تتقال إزاي؟ لكن الكلمة الأولى والأخيرة بتكون للأثر مش للأشخاص. فأنا حبيت أوضح المعلومة دي علشان أوريكم إن علم المصريات علم متجدد وليس ثابت.